أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في الحلقة 94 من الكرة مع العمدة، والحلقة 26 من حلقات الموسم الرياضي 2022-2023. مفيش شك طبعا إن نادي غزل المحلة نادي كبير وعامل نتائج حلوة السنة دي وسابقنا في جدول الترتيب من بداية الموسم. لكن النهارده على وجه الخصوص نادي غزل المحلة كان بيقترب من تلقي هزيمة مستحقة من النادي المصري لولا الاستهتار. احنا مش هنتكلم عن امور فنيه لاننا مش مدربين او محللين عشان نقيم اداء ومستوى الجهاز الفني واللاعيبه. احنا زينا زي اي واحد من جماهير النادي المصري، عايزين الفرقه تكسب، وخصوصا لو شايفين انها الافضل وتستحق الفوز بالفعل. الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف بعد ما لاعيبه النادي المصري اضاعوا اهداف محققه، وفي الشوط الثاني ربنا كرمنا وحطينا جون في الدقيقه 49 يعني في بدايه الشوط، وبدل ما نستغل تفوقنا في اللعب والنتيجة ونأمن الفوز بهدف تاني أو على الأقل نحافظ على الهدف اللي سجلناه، نهدي لاعيبة المحلة ضربة جزاء يسجلوا منها هدف التعادل. لا وإيه، نخليهم يركبوا الماتش بلغة الكورة، وكان ممكن يكسبوه في الآخر وياخدوا ال3 بونت. المباراة انتهت بالتعادل 1-1، لكنه تعادل فعلا بطعم الهزيمة للنادي المصري. أولا لأن النادي المصري يستحق فعلا ال3 بونت، لكن هو اللي ضيعهم على نفسه بنفسه. ثانيا التعادل ده خلاك بعدت اكتر عن المربع الذهبي بعد ما كنت بتقرب. التعادل ده خلى النادي المصري زي ما هو في المركز الثامن برصيد 19 نقطة، والفرق بينه وبين الزمالك صاحب المركز الرابع بقى 7 نقط، ولسه الزمالك عنده ماتش بكرة مع الأهلي. يعني النادي المصري بعد التعادل ده يعتبر خسر آخر فرصة للمنافسة على المربع الذهبي. صحيح لسه بدري، احنا لسه في الجولة 14، لكن المباريات كلها صعبة. المباراة اللي انت بتضيع فيها الفوز بعد ما كان في ايديك اكيد هتخسر كتير، لانك مش ضامن ظروف المباريات الجايه ايه. المشكله بقى دلوقتي ان المباراه الجايه للنادي المصري هتكون امام فيوتشر يوم الثلاث الجاي، يعني كمان 4 ايام. ونادي فيوتشر زي ما حضراتكم عارفين في المركز الثاني، يعني بينافس على الدوري، وحتى لو المنافسه على الدرع مش في دماغه اكيد عايز يكسب عشان يستمر في المربع الذهبي. يعني المباراه هتكون صعبه جدا للنادي المصري ونتيجتها مش مضمونه. يا ترى بقى الجهاز الفني للنادي المصري هيقدر خلال يومين 3 انه يصلح اخطاء مباراه المحله؟ اتمنى ذلك. في ختام حلقتنا احب اشكر الجماهير اللي كانت حريصه على حضور مباراه النهارده، وكل واحد ساهم في توفير وسيله مواصلات ليهم. الى اللقاء في حلقه جديده من حلقات الكره مع العمده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله.